السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هانيه. اليوم جيتكم بفيديو جديد. كما كتشوفوا عندي هنايا اللحيمه غسلتها مزيان ديال البقري، عندي شويه ديال الربيع، عندي هنا 2 فصوص ديال الثوم، عندي هنا واحد 2 حبات ديال البصله كبيره، عندي هنايا الكركم، سكينجبير، شويه التحميره، ملون غذائي، شويه ديال الابزار، شويه ديال الملح، واحد شويه ديال الكمون. دابا غادي نضيف اللحيمه في الكوكوط. بسم الله. دابا غندير اللحيمه في الكوكوط باش نضيف عليها الإقامه. دابا غادي نضيف عليها البصله، غادي نضيف غير شويه باش تتقلى اللحيمه، عاد باش غادي نضيف عليها الكميه كامله، نخليها اللحيمه تتقلى مع شويه ديال البصله. غنضيف هذيك 2 فصوص ديال الثوم، نضيف عليه الإقامه، نضيف هذاك الربيع، غنضيف هنا واحد الضامه ديال البقري. داكشي علاش مبغيتش ندير الملحه بزاف، حيت كنور ديما هي تتكون مالحه. غنضيف واحد المعلقه كبيره ديال زيت الزيتون، حيت اللحم تتكون فيه الشحمه، ما تنبغيش نكثر الدهنيات بزاف. صافي غادي ندير اللحيمه ديالي تقلى وهانتوما معايا. هنا البنات عندي البرقوق غسلته مزيان، ضفت عليه واحد 2 كيسان ديال الماء. دابا غنضيف واحد المعلقه صغيره ديال القرفه. صافي غادي نديرو يتسلق واحد شويه عاد باش ندير عليه السكر، ندخل واحد شويه ديال الطيبه. صافي هنا البنات درت هذيك البصله اللي بقات ليا، درت الماء طايب. دابا غنسد على الكوكوط صافي، وبقاو معايا تتشوفوا الشكل النهائي. صافي هنا البنات كما كتشوفوا والله كيحليت دابا على اللحيمه، هي راه طابت. غنخلي غير المريقه شويه تنشف صافي، والمرقه ديالي هي واجده. وهنا كما كتشوفوا البرقوق ها هو، ضفت عليه السكر، نخليه حتى هو يزيد ينشف شويه، وبقاو معايا تشوفوا الشكل النهائي ديال المريقه ديالي. المهم البنات، هي المريقه اللي شاركت معكم، هي كي تتجي مريقه خاطره تبارك الله، واللحم تيجي طايب ما شاء الله. كنقدم لكم بالصحه والراحه، ما تنساوش لايك، كنرافقوا بشويه ديال الديسير. وهذه هي الغديوه ديالي، وكنقول لكم السلام عليكم مع فيديو جديد ان شاء الله، وما تنساوش لي لايك.